او منافسات السولو بنات لبطولة الجامعات. على جهاز رقم 4 حنان نصر مصطفى سوهاج. على جهاز رقم 2 اللاعبة هدى نبيل جامعة عين شمس. على جهاز رقم 3 لاعبة شذا هشام لاعبة التعليم العالي. على الجهاز رقم 1 لاعبة كردستان العراق. خلصوا الوضع الاولاني، اللعيبه كلها خلصت الوضع الاولاني وفي الراحه دلوقتي بيغيروا المضارب. اللي بيلعب يمين بيلعب شمال، اللي بيلعب يمين اللي بيلعب شمال، واللي بيلعب شمال بيلعب يمين، وبيجهز بينادي عليهم الحكم دلوقتي للاستعداد. عندنا بطلة العالم اللاعبة هدى نبيل على جهاز رقم 3، وبطلة العالم اللاعبة شذا هشام، والاتنين بيمثلوا نادي الرواد، لكن هنا بيمثلوا جامعة عين شمس والتعليم العالي. اللاعبة شذا هشام بتمثل التعليم العالي، وهي بتأدي دلوقتي الوضع اليمين بعد ما أدت الوضع الشمال على جهاز رقم 2. واللاعبة هدى نبيل لاعبة جامعة عين شمس على جهاز رقم 3. احنا شايفين الأداء بتاعها أداء قوي. هما اللاعبتين الاتنين هيتنافسوا على سولو البنات في الراوند ده. فعلى ما اعتقد على حسب اللي احنا شايفينه دلوقتي ان اللاعبة هدى نبيل هي اسرع من اللاعبة شذا، نظرا لادائها برضو المتميز ولياقتها البدنية العالية. والحكم دلوقتي بيستعد لصفارة نهاية الوضع الثاني. زي ما حضراتكم شايفين اداء اللاعبة من الاول للاخر. هاوينا ولا هوينا؟ هاوينا. عشر ثواني، 5 ثواني. وبدأنا دلوقتي حضراتكم في الوضع الثالث على الجهاز زي ما قلت. على جهاز رقم 4 اللاعبة حنان مصطفى لاعبة جامعة سوهاج بتلعب الوضع الأمامي. على جهاز رقم 3 اللاعبة هدى بتلعب الوضع الأمامي والوضع الثالث ليها. على جهاز رقم 2 اللاعبة شذا هشام لاعبة التعليم العالي والوضع الثالث ليها. وعلى الجهاز رقم 1 اللاعبة هاوينا عبد الرحمن لاعبة كردستان جامعة كردستان العراق. طبعا اداء مميز من اللاعبة هدى واللاعبة شذا. وهنعرف بعد الوضع اللي بعد ده اللي هو الوضع الرابع المجموع الضربات بتاعة اللاعبات عشان نقدر نحدد مين اول وتاني وتالت ورابع الراوند ده. فاضل وضع راحة نص دقيقة، اللاعب بيغير فيها المضارب وبياخد بيريح فيها نص دقيقة. فهنشوف دلوقتي اداء الوضع الرابع من اللاعبة المميزة اللاعبة شذا هشام واللاعبة المميزة هدى نبيل على جهاز رقم 2 وجهاز رقم 3. ونشوف اللاعب بيحاول يبدأ بسرعة مع الصفارة، ومن الأول بيتحرك حركات قوية وسريعة عشان يقدر يجيب أكبر برضه عدد ممكن من الضربات. لو نبص على أداء اللاعبة هدى نبيل على الجهاز رقم 3. طبعا الناس عايزة تصور وكده وبتاع، ودي مشكلة عشان التصوير. زي ما حضراتكم شايفين اداء قوي جدا من اللاعبة هدى نبيل. بتحاول فيه ان هي تحقق رقم جديد ليها النهاردة، وهتحاول اللاعبة شاذة برضو تحقق رقم جديد ليها النهاردة. وهنشوف الارقام بعد الوضع الرابع. اداء قوي من هدى نبيل بتسابق الزمن، ضربات قوية باك هاند يمين وباك هاند شمال.
اللاعبة برضو شاذة هشام باك هاند يمين باك هاند شمال. الحكم بيصفر وهنشوف عدد الضربات اللي جابتها اللاعبة هدى واللاعبة شاذة هشام. اللاعبة هدى زي ما قلت بتمثل جامعة عين شمس، واللاعبة شاذة هشام بتمثل التعليم العالي. وهنبدأ دلوقتي حضراتكم الراوند الثاني اللي بيمثل فيه جهاز رقم 4 اللاعبة سهيلة البدوي الجامعة الروسية. جهاز رقم 3 اللاعبة نورهان أسامة جامعة القاهرة. اللاعبة آية إسماعيل في جهاز رقم 2 جامعة اللاعبة آية إسماعيل جامعة القاهرة. نورهان أسامة جامعة القاهرة. واللاعبة آلاء عبد المجيد من جامعة فلسطين جامعة الأقصى من فلسطين على جهاز رقم 1. حضراتكم شايفين كل يعني على جهاز رقم 4 اللاعبة سهيلة الجامعة الروسية بتأدي الوضع الشمال، وزيها اللاعبة نورهان أسامة بتأدي الوضع الشمال جامعة القاهرة، واللاعبة آية إسماعيل وضع شمال جامعة القاهرة، ولاعبة فلسطين على جهاز رقم 1 وضع يمين. وزي ما عرفنا حضراتكم في الراوند اللي فات فازت اللاعبة هدى نبيل بمجموع ضربات 501 ضربة، واللي تليها اللاعبة شاذة هشام بمجموع ضربات 485 ضربة. الحكم بيصفر، اللاعب بيغير او اللاعبة بتغير الوضع، بتغير المضرب، بتاخد الراحة النص دقيقة وبتجهز مرة تانية للوضع التاني. وزي ما انتم شايفين حضراتكم دلوقتي كل لاعب بيحاول يبدأ مع الصفارة مباشرة، والحكم بيبدأ العد بعد الصفارة وبينهي العد مع سماع الصفارة. شغالين طبعا. انا شايف اللاعبة آية اسماعيل واللاعبة نورهان أسامة جامعة القاهرة شغالين كويس، واللاعبة سهيلة واللاعبة بتاعت جامعة الأقصى في فلسطين لسه جديدة. زي ما شايفين حضراتكم دلوقتي كل الثلاث أجهزة وضع يمين بيحاولوا يسابقوا فيه الزمن يجيبوا أكبر عدد ممكن من الضربات. ومن الواضح اللاعبة آية إسماعيل على جهاز رقم 2 لاعبة قوية، وبرضو اللاعبة نورهان لاعبة قوية، واللاعبة سهيلة البدوي لاعبة روسيا لاعبة الجامعة الروسية لاعبة قوية، وبتحاولوا ان هم ينهوا الوضع زي ما حضراتكم شايفين بأكبر عدد ممكن من الضربات عشان يحسنوا موقف جامعتهم. وانتهى الوضع الثاني وبنجهز لوضع المضربين امامي اللي هو الوضع الثالث، وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم الاداء في الوضع الثالث هيبقى عامل ازاي او شكله ايه. بنجهز دلوقتي للوضع الثالث. الحكم العام هينبه ويقول دلوقتي 10 ثواني، وزي ما قلت لحضراتكم الحكم بيبدأ العد بعد الصفارة. وبدأ دلوقتي اللعب. لاعبة سهيلة لاعبة الجامعة الروسية بدأت الوضع الأمامي وهي بتمثل نادي الرواد بالنسبة للأندية. لاعبة نورهان بتمثل نادي الزهور، واللاعبة آية إسماعيل بتمثل نادي 6 أكتوبر. وعلى جهاز رقم 1 لاعبة فلسطين. واحنا زي ما حضراتكم شايفين الوضع الأمامي بالمضربين أو فور هاند بوش المضرب. شغالين اللعيبة بيحاولوا بقدر المستطاع يجيبوا أكبر عدد ممكن من الضربات القوية والسريعة عشان في الآخر يجيبوا مجموع أكبر من الضربات يحسن مركزهم في مراكز الأول والثاني والثالث لغاية ال16. طبعا زي ما شايفين حضراتكم الأداء بدأ يقل نظرا لأن ده الوضع الثالث بيكون اللاعب استهلك فيه أو استهلك لياقة. بيصفر الحكم عشان نجهز للوضع الرابع والأخير في الراوند الثاني، وكل لعيب بيحاول
يجهز بالمضربين. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الحكم بينبه 10 ثواني ويرجع 5 ثواني ويصفر ويبدأ الحكم في العد. طبعا هناك في عدد يعني الحكم اللي قاعد بيحاول ما يحسبش الضربات الغير صحيحة، ومن الضربات الغير صحيحة الضربات في السلك او الضربات عكس الاتجاه. زي ما انتم شايفين دلوقتي الوضع الاخير كله بيحاول يلعب باقوى حاجة عنده او باقوى قوة عنده وسرعة. ضربات متتالية من اللعيبة في الباك هاند بقوة وسرعة، عينهم على الكورة، مركزين، ادائهم قوي، واقفين وقفة قوية، عينهم بيشوطوا بيلفوا، عايزة تركيز عالي جدا خاصة في الوضع الاخير. لازم الاداء يبقى قوي عشان يقدروا يجيبوا اكبر عدد ممكن من الضربات. فاحنا شايفين دلوقتي ده الوضع الاخير في الراوند الثاني اللي هنبدأ بعد منه نعرف النتيجة ونبدأ الراوند الثالث. انتهى الراوند وهنبدأ دلوقتي حضراتكم الراوند الثالث. على جهاز رقم 1 لاعبة جامعة بيروت من لبنان، على جهاز رقم 2 اللاعبة ندى نبيل جامعة الزقازيق، على جهاز رقم 3 اللاعبة تقى طاهر جامعة المنصورة، على جهاز رقم 4 اللاعبة شيماء عبد الرحيم جامعة جنوب الوادي. وبدأوا كلهم الوضع الأول وهنتابع زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اللاعبة إيمان الزيني من جامعة بيروت على جهاز رقم 1، واللاعبة شيماء عبد الرحيم على جهاز رقم على جهاز رقم 4 اللاعبة شيماء عبد الرحيم جنوب الوادي. وطبعا انا شايف الاداء بتاع اللاعبة ندى نبيل على جهاز رقم 3 اداء متوسط، واللاعبة ايمان الزيني من لبنان جامعة بيروت على جهاز رقم 4. على جهاز رقم 2 اللاعبة تقى طاهر جامعة المنصورة، على جهاز رقم 1 اللاعبة شيماء عبد الرحمن جامعة جنوب الوادي. وبيبدأوا دلوقتي الوضع الثاني. الحكم العام بينبه 5 ثواني عشان نبدأ الوضع الثاني. وبدأوا اللعيبة دلوقتي بتلعب الوضع الشمال، اللاعبة جامعة بيروت بتلعب الوضع الشمال زي ما حضراتكم شايفين. اللاعبة ايمان واللاعبة ندى نبيل بتلعب وضع يمين قوي جدا. لاعبة جامعة الزقازيق واللاعبة تقى طاهر على الجهاز برضه رقم 2 بتلعب وضع يمين قوي. وزي ما حضراتكم شايفين على برضه الجهاز رقم 1 اللاعبة شيماء عبد الرحمن جامعة جنوب الوادي وضع ضعيف، بتحاول ان هي تجيب اي عدد من الضربات يتحسب لها في السكور شيت. لعيبة ندى نبيل بتشجع نفسها اثناء الاداء بتاعها وهي في الوضع التالي بتحاول بكل قوة تجيب رقم عشان خاطر تعلي مركزها. وبدأ الوضع الثالث، أداء متوسط من كل اللعيبة في الوضع الثالث. اللياقة بتقل، النفس بيقل، طبعا قوة أداء اللاعب بتبان عليه،
وبتبان عليه اللياقة خاصة في الوضع الثالث والرابع. لعيبة ندى نبيل بتأدي بقوة، عايزة تجيب أكبر عدد ممكن من الضربات زي ما حضراتكم شايفين. والوضع بيشارف على الانتهاء، الوضع خلاص بيشارف على الانتهاء. الحكم العام هيصفر على أساس نبدأ الوضع الرابع. وبنجهز، بناخد نص دقيقة راحة ونجهز للوضع الرابع. نجهز للوضع الرابع اللي بعد منه بنشوف السكور ونبدأ نحدد مين الأول والتاني والتالت والرابع على حسب عدد الضربات اللي حصل عليها كل لعيب. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنبدأ. أداء قوي من اللاعبة ندى نبيل، هتحاول ان هي تحسن الاداء في الوضع ده عشان تحسن السكور هي واللاعبة تقى. والله اللاعبة ايمان الزيني مش وحشة، كويسة، بتأدي كويس. اللعيبة لسه داخلة عندهم رياضة كرة السرعة في الجامعة حديث، فبيأدوا اداء مميز. لعيبة ندى نبيل على جهاز رقم 3، لعيبة ممتازة برضو بتأدي أداء مميز. والوضع الرابع بيشرف على الانتهاء، وهنشوف بعد منها مجموع عدد ضربات كل لاعبة كام ضربة. صفر الحكم وخلينا نشوف الأداء. هنبدأ الراوند الثالث على جهاز رقم 4. اللاعبة إسراء سامورة جامعة بيروت. على جهاز رقم 3 اللاعبة أميرة سامي جامعة المنوفية. على اللاعبة مرام هشام الجامعة الأمريكية على جهاز رقم 2. اللاعبة أسماء نادر جامعة جنوب الوادي على جهاز رقم 1. ومن اقوى المتنافسات اللاعبة مرام هشام اللاعبة على جهاز رقم 2 اللي هي الجامعة الامريكية، هي من اقوى المتنافسات في الراوند ده. لو سلطنا عليها الاداء بتأدي بقوة، حركة سريعة، تركيز. لو لاحظنا ادائها قوي، فور باك شمال. وعلى جهاز برضو رقم 4 لاعبة لبنان إسراء سامورة، أداء مميز بالنسبة لحداثة اللعبة عندهم في الجامعة، برضو بتأدي أداء مش وحش، كويس ممتاز. وعندنا برضو اللاعبة مرام هشام على جهاز رقم 2 تاني الجامعة الأمريكية، بتحاول تأدي الوضع بكل قوة. وعلى جهاز رقم 2 اللاعبة أميرة سامي جامعة المنوفية. والجهاز الأولاني جامعة جنوب الوادي أسماء نادر. انتهى الوضع الأولاني خلص. وزي بفكر حضراتكم تاني إن الوضع مدته دقيقة وراحة نص دقيقة للاعب بين كل وضع ووضع. بياخد اللاعب راحة نص دقيقة يغير فيها المضرب، وهيبدأ الحكم العام في الوضع الثاني دلوقتي. وكل اللعيبة غيرت الوضع. طبعا الوضع الشمال بالنسبة للعيبة الجداد في اللعبة بيبقى صعب شوية. لو لاحظنا أداء اللاعبات جامعة الجنوب وجامعة المنوفية وجامعة بيروت، أدائهم في الوضع الشمال أداء متوسط. لكن اللاعبة مرام هشام أداء ما شاء الله قوي، بتتحرك بقوة. لاعبة الجامعة الأمريكية على جهاز رقم 2 بتتحرك بقوة وبسرعة وتركيز، ضربات متلاحقة، بتحاول تسابق الزمن أكتر وأكتر علشان تجيب أكبر عدد ممكن من الضربات وبتنهي
الوضع بكل قوة وثبات في الضرب، سرعتها ثابتة، أدائها قوي. وهنشوف بعد الوضع ده هنأدي الوضع الثالث ازاي، لأن بتكون اللياقة قلت لكن اللعيب القوي بيأدي الأربع أوضاع بكل قوة. انتهى الوضع الثاني بأداء مميز للاعبة مرام هشام لاعبة الجامعة الأمريكية وبتلعب في نادي مدينة نصر. بتجهز للوضع الثالث اللاعبات كلها، جامعة بيروت، جامعة المنوفية، الجامعة الأمريكية، جامعة جنوب الوادي. بنجهز للوضع الثالث. الحكم العام بينبه 10 ثواني. 5 ثواني وهنبدأ. اللاعبة مرام هشام زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين هي أقوى اللاعبات في الراوند الرابع. أداء بكل قوة، بتحافظ على شكل اللعب بتاعها، ثبات، ضربات باليمين والشمال بنفس القوة ونفس المستوى، أداء ثابت، بتحاول تجيب أكبر عدد ممكن من الضربات. وهنشوف دلوقتي بعد الوضع الثالث تلعب الوضع الرابع ونشوف مجموع الأربع أوضاع والرقم اللي هتحصل عليه اللاعبة مرام هشام. احنا عندنا أعلى رقمين لحد دلوقتي في الراوندات اللي فاتت كلها، اللاعبة هدى نبيل 501 ضربة واللاعبة شاذة هشام 485 ضربة. وهنشوف اللاعبة مرام هشام هتجيب كام ضربة في الأربع أوضاع دول اللي هي بتمثل الجامعة الأمريكية. وعندنا على جهاز واحد اللاعبة إسراء سمورة جامعة بيروت، واللاعبة أميرة سامي على جهاز رقم 3 جامعة المنوفية. راحة نص دقيقة بنغير فيها الوضع، اللعيب بيلتقط أنفاسه ويجهز للوضع الأخير عشان نشوف بعد الوضع الأخير مجموع الأربع أوضاع في النهاية كام. الحكم العام بينادي 10 ثواني. 5 ثواني اللاعب بيجهز عشان يسمع الصفارة يبدأ. وبدأ اللعيبة وهنشوف اللاعبة مرام هشام هتنهي الأربع أوضاع بمجموع عدد من الضربات كام بعد الأداء القوي ليها اللي أنا متوقع إن هي تعدي 490 ضربة. هنشوف دلوقتي أداء قوي، أداء مميز في الباك هاند شمال، باك هاند يمين، بقوة وسرعة ومهارة ودقة عالية وتركيز قوي من اللاعبة مرام هشام. وعندنا برضو اللاعبة إسراء سمورة جامعة بيروت على الجهاز الرابع بتأدي أداء مميز. بالنسبة برضو إن اللعبة جديدة في الجامعة زي ما حضراتكم شايفين بتبدل إيديها على الكورة بأداء متوسط، ولكنه شكل الأداء أو شكل ستايل اللعب مميز. انتهت الأربع أوضاع وهنشوف مجموع ضربات اللاعب. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، متواصلين معكم من استاد بترو سبورت. مباراه انبي والجونه في الاسبوع التاسع